بعد ما كانت زراعة الشعر سبب إني أستعيد مظهر جمالي، كانت جحيم والمنطقة المنحة بتاعتي اتشوهت. دي قصة قصيرة قابلناها كتير في العيادة، في بعض العملاء اللي زرعوا في أماكن أخرى سواء داخل مصر أو خارج مصر، وقلنا دي اتش سي علشان نصلحها لهم. ودلوقتي هقول لكم ليه نزرع تاني في دي اتش سي مش في مكان آخر، علشان نحافظ على المنطقة المنحة. المنطقة المنحة بالنسبة لنا هي عبارة عن كنز، كل جرافت فيه بنقتطفه مش بيطلع تاني. علشان كده لما ناخد من المنطقة المنحة جرافتات لازم نراعي ان احنا بنقتطف بدقة عالية جدا، وبناخد الجرافتات على مسافات بعيدة من بعضها علشان نقدر ناخد نتيجة مثالية ومنطقة منحة متحافظ عليها. ده شكل صديقنا زي ما احنا شايفين، كان عنده منطقة منحة جاية لنا بعد الزراعة بالشكل المشوه ده، ويقول لنا يا دكتور أنا نفسي راسي تكون منظمة وشكلها طبيعي. وده شكل صديقنا بعد ما عمل زراعة الشعر معانا وأخدنا من راسه 4000 جرافت، مفيش أي أثر للاختطاف. في النهاية الحفاظ على المنطقة المانحة واختطاف الشعر منها بدقة عالية تحتاج إلى أطباء ماهرين جدا، وده اللي بقدمه لكم في مركزنا دي اتش سي عن طريق اعلى كفاءة ممكنة وافضل نتيجة امنة باذن الله تعالى.